السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا، صباح السعادة، صباح الضحكة الحلوة. طبعا كلامنا النهاردة عن العصبية. طب العصبية ازاي؟ يعني العصبية طبعا بتقلل المناعة، بترفع ضغط الدم، بتجيب جلطة، غير بتجيب السكر. وطبعا دي كلها اللي انا قلته ده كله بدراسات علمية. تمام. طب انا هتخلص منها ازاي؟ خلي الصباعين دول دايما معاك كده، الشهيق والزفير. الشهيق تقفل الصباعين والزفير تفتحهم كده. خلي التمرين ده معاك بحيث انك اول ما تحس ان انت بتنرفز او هتتعصب تروح مركز على التنفس. التنفس ده بيفصلك، بيدي للمخ الاكسجين، بيطلع الاكسجين للمخ، فبيبدا المخ يلتهي بالاكسجين اللي جايله عشان هو الغذاء بتاعه. تاني حاجه، ما تفكرش في حاجه سلبيه. الافكار السلبيه نفسها ارميها، زي انك تقول نفسي ان انا عصبي، انا عصبي، انا عصبي، ده كله بيرجع على عصبيتك. لا، خلي دايما الكلام انا واثق من نفسي، انا مش عصبي، انا اقدر اعالج الامور، انا كذا. الايحاءات نفسها دايما تمهل وانت بتتكلم، خليك اتمهل كده، مش تنرفز على طول. ثانيا الاسترخاء، نتعود على فكره الاسترخاء. لما تحس انك متنرفز اقفل النور ونام في الاوضه على السرير واسترخي وما تفكرش في اي حاجه. حلل وتخيل. يعني الناس كلها بتقول او العلماء بيقولوا ان انا لما بجيب المواقف اللي انا اتعصبت بيها واتخيل انها مش حصلت او النتائج بتاعتها مش حصلت، بيبدا انا ردود افعالي في المستقبل بتتغير. صباحكم بيضحك بقى. السلام عليكم.